وصلى الله وسلم على نبي الكريم. وبعد، جئنا تضامنا ومعازرة لعائلة الشهيد سعيد دنبر فقيد الشعب الصحراوي كامل. هذا الشهيد احنا في الحقيقة نعتبره شهيد الشعب الصحراوي، لأنه في الحقيقة هو شهيد الشعب الصحراوي، ولأنه أهله ما مشاوا مشي ذوك اللي سبقوهم وعانوا صمدوا على الحق، واحنا رانا معاهم قلبا وقالبا، ورانا نعاهدوهم ونعاهدوا شهداءنا ذوك اللي سبقوه ذوك اللي عقبوه، علينا رانا على درب النضال، وعلينا رانا على مسيرتنا ماشية إن شاء الله، ولا تتوقف، ما هي لا تتوقف إن شاء الله إلى نحقق مطالبنا، وبذاك نخلدوا شهداءنا كاملين يعودوا مخلدون في التاريخ عندنا، وتعود وراهم دولة وأجيال مؤرخين حياتهم هيك اللي قدموها وتنازلوا عنها بسبيل كرامتنا وعزتنا. وذلك رحم الله الشهداء ورحم الله سعيد دنبر. الله إن شاء الله يبدل له شبابه بالجنة، والقتلة المجرمين الله يجعلهم في أسفل الأسفلين من النار، ولا شك في ذلك. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا هو مصير المجرمين اللي قتلوا الأبرياء فوق أرضهم، لا لشيء إلا لأنهم يقولوا كلمة الحق ويطالبوا بحقوقهم، وهذا الحق أصبح ظاهر فوق يعني ظهور الشمس ضحى النهار. تقرير المصير واستقلال الشعب الصحراوي ومطالبة ذي الحقوق هذه ما تراجع عنها كبير ولا صغير ولا حد، والعالم ملي الحمد لله راه عاد سامع ذاك وشايفه، وما ضاع حقه وراءه مطالب. والسلام عليكم ورحمة الله، ورحم الله شهداءنا ورحم الله سعيد دنبر واستحمد دنبر الذي مات حتى هو الآخر شهيدا متأثرا بهذه الصدمة، صدمة اغتيال ابنه وتجاهل حقه. ورحم الله شهداءنا جميعا وجمعنا الله وإياهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وكل الوطن والشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد 39 شهر من إخفاء المغرب حقيقة اغتيال الشهيد سعيد دنبر ومحاولة لإقبار هذه الحقيقة، تاب العائلة إلا أن تتشبث بمواقفها ومطالبة الحق العادل، ألا وهو كشف هذه الحقيقة وهذا المصير اللي حقيقة أصبح قضية وطنية وكذلك دولية، ونحييهم مجددا ونآزرهم، وما ضاع حق وراءهم مطالب. إن شاء الله معهم سائرين إلى أن يظهر الحق إن شاء الله كاملا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما حلت هذه الذكرى الأليمة على الشعب الصحراوي عامة، وأليمة على هذه العائلة الكريمة الصامدة بصفة خاصة، أقول كلما حلت هذه الذكرى نحن نجو نآزروا هذه العائلة ونشدوا على يديهم ونتضامنوا معاهم ونقولوا عنا معاهم قولا وقلبا، ورانا معاهم، لأنهم هم ما هم طالبين بالمحال، مطالبين لا بالحق، مطالبين لا بكشف الحقيقة، كل الحقيقة وليس شيئا قبل غير الحقيقة، طالبين سبب اغتيال ابنهم وابننا جميعا لا شيعود شرعي شارف عليه منظمات دولية شرعية تعطي الحقيقة، ما هو كيف ذا اللي عاطيه المغاربة. والسلام عليكم ورحمة الله. احنا جينا اليوم الشعب الصحراوي نآزروا أهل سعيد دنبر شهيد الشعب الصحراوي كامل، ومتألمين كاملين من جهته ومعذرين وكاملين، ولا نتخلاو عن أي شهيد ولا أي فقيد ولا أي محبوس ولا أي حد. والله اللي مرحمين على شهدائنا ومتفقدينهم، ويرحم سعيد دنبر ويرحم والده سيد أحمد ويرحم جميع شهداء الشعب الصحراوي. واليوم رانا ما قاعدين عن حد، وقلوبنا مع كل حد، ولا نتخلاو عن قضيتنا ولا عن شهدائنا ولا عن شعبنا فين معاد إلى راد مولانا يدينا الحقوا ذاك البذل اللي واعدين.
واللي ما جا بعده راه لا محاصر ما قد يجي غير الحصار ما هو الارض الصحراوي عندك اللي يدوروا لا هذا مولانا والله هي اللي باقي شي ما عدلوه اذا الصحراويين يتموا يديروا الوقف اذا يتموا يديروا اللي غاو اذا يتموا يزوروا شهادتهم وموتاهم ومفقودين هو ذا كامل وكل الوطن والشهاده والسلام عليكم. 39 شهر واحنا دائما نجو نآزروا هاي العائله في اغتيال ابنهم سعيد دنبر اللي تصادف كل 22 من كل شهر ونجو يعني نتضامنوا معاهم ونأيدوا مطالبهم ونمشوا معاهم فيها ونكتبوا ونندوا لأنهم لا يطلبوا إلا الحقيقة وهي الحقيقة يطلبها الجميع ولا شيء غير الحقيقة مع العلم أن المغرب دائما يتشدق أن يقول دولة الحق والقانون ودولة الشفافية ودولة الحرية إلى آخره. غير هذا ظهر اليوم عند اغتيال سعيد دنبر لأنهم هم ما قدوا يعطوا الحقيقة لأن المسألة تنعكس ضدهم وهذا الشيء اللي جعلهم ما يبغوا يعطوا الحقيقة وهذا ما اللي جعلنا احنا الآن ننخرطوا في حملة دولية تطالب بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان والتعبير عنها وهي الحملة إن شاء الله مستمرة من هون إلى شهر 4 واحتمال تمديدها وإحنا على كل حال إحنا نناضلوا سواء كان مجلس الأمن استجب لنداءنا هذا اللي ماشيين إحنا فيه وهي الحملة اللي هي إحنا ماشيين فيها والحمد لله هي الحملة الآن راهي اكتسبت أبعاد دولية كبيرة. الدليل على هذا عن إسبانيا ضريق قايمة فيها حملة كبيرة الطالب مولي بتوسيع صلاحية المينورسو في جنيف البارح. كثير من الناس في ساحة الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا يطالب بتوسيع هذه الحملة. البريطانيين شنام قبيل كاتبين على أنهم حتى هم كذلك يطالبوا بتوسيع هذه الحملة ونحن مولي كذلك هذا هو مطلبنا وغرضنا بتوسيع هذه الحملة باش يتم تحقيق طرف محايد عن كل ما يحصل للصحراويين سواء كان اغتيال أو قمع أو نهب أو مداهمة المنازل أو منع للتظاهر السلمي أو منع حرية التعبير. يعني منين تعود آلية دولية محايدة هي اللي تكشف الحقيقة وهي اللي تعدل تقارير محايدة ومنصفة للجميع. إذن نحن الآن جينا لهذه العائلة اللي هي عائلة سعيد دنبر 22 مارس 2014 باش نجدوا لهم وباسم كل المناضلين والصحراويين والصحراويات عنا رانا معاهم وماشيين معاهم إلى الأمام ومطالبهم هي مطالبنا وشكرا. الله يسلمك. السلام على أشرف المرسلين. يوم 22 مارس الشعب الصحراوي 2014 الشعب الصحراوي جاي يآزر عائلة الشهيد سعيد دنبر بعد 39 سنة من 39 شهر من الاغتيال والاختفاء وناظروهم ونأيدوهم على مطلبهم ومضامنين معاهم ونجيد معاهم إن شاء الله إلى تحقيق النصر وهو الاستقلال التام كل الوطن والشعب. نحن نتواجدوا كعادة الشعب الصحراوي في عائلة الشهيد الصحراوي سعيد عبد الوهاب دنبر يوم 22 من كل شهر. نتواجد هذا الشعب هون لمؤازرة هذه العائلة لأن لولا وقوف هذه العائلة في حنجرة الاحتلال المغربي عندي عن كان ضاع ياسر الذي التركه وخلص بديار الوفاق والخاطيات وشمل الفتات ولكن وقوف هذه العائلة الشعب الصحراوي كامل واقف معاها ولا يتم واقف معاها حتى تكشف الحقيقة والاستقلال التام وكل الوطن والشهادة.